بصراحة يعني استغربت قوي من كلام عمرو أديب لمحمد صبحي. عمال يقول له انت بتنتقم، انت ليك مصالح شخصية. كل ده علشان محمد صبحي يا جماعة قال رأيه في فيلم الست، وقال ان انتوا بتشوهوا رمز من رموز الفن في مصر. وطبعا عنده حق، لانه مطلعين ام كلثوم بصورة سيئة، مطلعينها ست انتهازية بتحب مصلحتها، بخيلة، مطلعينها انها بتغني للسكرانين في الموالد. فليه حق ان هو ينتقدهم. بس عمرو اديب طبعا ما عجبوش، وكالعاده طبعا مش هيعجبه. عايزه اقول لك يا عمرو اديب ان محمد صبحي تاريخ، وتاريخ كبير قوي، وعمرك ما هتقدر تشوه التاريخ دوت، لانه موجود في كل بيت مصري باعماله. واللي ليه مصالح شخصيه هو معروف هو مين، وحضرتك بتدافع عن مين. وعلى فكره مش انت اللي هتيجي تعرفنا دلوقتي محمد صبحي عشان تقول لنا الناس مش ناسيه موضوع السواق. سواق ايه اللي احنا مش ناسيينه؟ ده احنا نسيناه، مش نسيناه وبس، ده احنا التمسنا له العذر كمان. لما راجل يبقى واقف في الشارع تلت ساعه مستني السواق اللي قاعد على جنب، وبالاخر قاعد يقول ان هو كان في الحمام، لا يبقى نلتمس له العذر. وبعدين هو نفس الكلام ينطبق عليك. يعني انت جبت احمد السقا قبلها من يومين وقلت الناس بتهاجمه ليه؟ ما شفتش اعلامي يطلع يقول احنا مش ناسيين موضوع السواق اللي قاعد يلهس. برضو بالظبط زي ما دافعت عن الافلام اللي كانوا هيعملوها في السعوديه وهيطلعوا فيها المصري بصوره نشان، نفس الموضوع بالظبط، يعني ما تغيرش اي لحظه. ولما حضرتك مدافع قوي كده عن الفن، ما دافعتش ليه عن محمد سلام لما قعد في البيت سنتين؟ وما سمعناش صوتك ليه لما عمل مسلسل كارثه طبيعيه وكسر الدنيا، وما سمعناش برضو حسك فيه؟ ما قلتش المسلسل حلو المسلسل وحش. مش انت بتدافع عن اي عمل جيد، ولا انت بتدافع بس عن الحاجات اللي تهمك فيها مصلحتك؟ عامة زي ما قلت لك، يعني الله يكون في عونك، انت بتدافع عن اكل عيشك ومصاريفك كتير. سلام.